وهكذا أمور كثيرة الآن في حياتنا، لما تقول له كذا لا تتعامل مع الأمور بانفعالية، بأمزجة، بأهواء، بعواطف. عندك أهواء صح وعندك اندفاع، لكن ادرسها جيدا. مثلا هاي قضية التطوع والكذا، سأردنا نجيب مثال. كثير من الشباب نقدر حماسهم، نقدر اندفاعهم، نقدر غيرتهم على بلدهم وعلى شرفهم، ما يخالف، لكن هذا ما يبرر لك أن تندفع ويا أي واحد كان، وبالتالي أصبحوا وقودا لأفعال عبثية، أفعال عبثية ما بها فائدة، لأن أيدي مو أمينة التي قاتلوا تحت لوائها. لذلك شرطنا كان من أول يوم، نعم تطوعوا أيها الشباب، قاتلوا، دافعوا عن عرضكم، عن بلدكم، عن شرفكم، لكن تحت قيادة الموثوقة، تأكدوا منها قيادة مهنية، قيادة تعلمكم وتدربكم وتجهزكم بشكل جيد وتحفظ حقوقكم. لا تشمرون نفسكم ويا أي واحد كان تحت ضغط هالاندفاع وهالحماس هذا. النتيجة نسمع عن عمليات كثيرة عبثية فعلا فقدنا بها مئات الشباب بلا معنى. لماذا؟ لا تخلي هذه الأمزجة تحكمك، خلي مواقفك وخلي تحركاتك تكون ضمن الإطار الذي تأخذه من الجهة المأمونة الموثوقة. ما معذور بهذه التصرفات.